السلام عليكم يا مساء الورد. معكم علي عبد العزيز وحلقة جديدة من سلسلة برشامة الساحل. هنرجع تاني برضو نتكلم عن الساحل الطيب، وهنتكلم النهاردة عن مشروع شورز لشركة العمار ومالكها طارق سالم، اللي بالمناسبة شريك في شركة أزهر. الشركة نفسها ثابت أعمالها كبيرة ومعظمها ساحلية، ومسلمة كذا قرية كلهم برضو في الساحل القديم. مشروع شورز نفسه موجود في الساحل القديم في كيلو 75، وبيتسلم متشطب في خلال 3 سنين. الغرفة فيه بتبدأ من 4 مليون جنيه، والغرفتين من 5 مليون جنيه، وبتقسطوا على 7 سنوات. نقاط بيع المشروع ده انه فيه خدمات كتير، و10 فدان لاجونز على مساحة 125 فدان، غير ان عرض الشط 500 متر وعمق المشروع نفسه 900 متر، ودي ريشيو ممتازة جدا بالنسبة للمشروع في الساحل القديم. غير ان الشركة ثابت عملها تعتبر كلها ساحلية، ومسلمة كذا مشروع ساحلي وده تخصصها فاكيد يعني مشروع تشغيله هيكون مضمون. عيوب المشروع ان الارض كان عليها مشاكل، وكانت بتاعه شركه تانية اسمها وايت ساند، والشركه دي اتعثرت وناس كتير تخاف من ده. انا الحقيقه بشوف ان انت كمشتري جديد المفروض ما يخصكش، لكن لازم برضو ان انت تبقى عارف. غير ان الشركه في اخر كام مشروع نفسها شركه العمار اتاخروا فيهم مده مش قصيره. في مشروع وصل تاخيرته لغايه دلوقتي 3 سنين، اللي هو المشروع اللي قبل شورز على طول، وفي احتماليه تاخير برضو في المشروع ده عشان المشاكل اللي اتكلمنا عليها. المشروع نفسه كمان الشاليهات فيه ارضي و5 ادوار، وعدد الوحدات كتير على مساحته. عشان كل ده انا هدي المشروع ده 75%، وشايف انه فرصه كويسه جدا لحد عايز حاجه في الساحل تكون للسكن مش قوي للاستثمار، وتكون مضمون صيانتها وتشغيلها. حتى لو المشروع هيتاخر شويه فالسعر والماستر بلان يشفعوا ويستاهلوا الانتظار. انا علي عبد العزيز، وفعل زر الجرس واعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد في اهم سلسله هتفيدك الصيف ده.